يا أمة الإسلام، الذي يجمعنا ويوحدنا أكثر مما يفرقنا، الذي يجمعنا ويوحدنا أكثر مما يفرقنا. ربنا واحد، ونبينا واحد، وقرآننا واحد، وقبلتنا واحدة، وأركان إسلامنا واحدة. نصوم في شهر واحد، ونحج في شهر واحد. ليت شعري كيف استولى الشيطان على قلوب المسلمين. ليت شعري كيف استولى الشيطان على قلوب المسلمين. إن الفطرة الإنسانية التي هي بعيدة تمام البعد عن الإسلام تأنف الظلم، وتأنف التشريد، وتأنف القهر، وتهنف العنجهية. فكيف بالإسلام الذي هو دين التسامح والألفة والمحبة والمودة؟ يا مسلمين، كيف نسفتم قيم ومبادئ دينكم؟ يا أيتها الأمة المحمدية، أنت من أسأت إلى محمد صلى الله عليه وسلم. أنت من أسأت إلى محمد صلى الله عليه وسلم. والله إن المسلمين هم من سبوا نبيهم، والله إن المسلمين هم من شتموا نبيهم. إن القيم، إن ما يحدث اليوم في المسلمين في أصقاع الأمة المحمدية هو صفة متجسدة لما يأمره به دينهم. هكذا يراك غير المسلم اليوم، بغض النظر عن الأسباب والمسببات. تعجبنا وتؤلمنا كلمة قالها أحد الداخلين في الإسلام. قال كلمة عن الإسلام، قال: يا له من دين لو كان له رجال. يا له من دين لو كان له رجال. يا أمة محمد، أنت من طعنت الإسلام بخنجر التعصب المقيت والتكفير. كيف نسفت مبادئ وقيم دينك في غضون قرن أو أقل من قرن؟ والله سبحانه وتعالى يقول في هذا الكتاب الكريم قبل 1400 سنة، يقول: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا.